إلى الشعب التونسي ساعات قليلة قبل الصمت الانتخابي وتقريبا ساعات قليلة أيضا قبل يوم الاقتراع 23 نوفمبر. مشوا للاقتراع، اقنعوا الناس اللي حولكم وافتحوا عينيهم على أنه في مرحلة تاريخية فاصلة، وأنه يا حاجة من اثنين، يا إما نقعدوا ندوروا في حلقة مفرغة فمن نعاودوا نرجعوا حليمة على عادتها القديمة وشوف وقتاش نعاودوا نخرجوا من هذه الحلقة المفرغة، ولا نواصلوا في هذا الطريق الصعب الطويل الشاق اللي نتعثروا فيه، لكن هذاك هو الطريق الصحيح. نحافظوا على الحريات، نحافظوا على توازن السلطات، ما نرجعوش النظام القديم، نتحملوا الفترة الصعوبات الاقتصادية اللي إن شاء الله الماكينة الاقتصادية بعد تعاود ترجع وتدور، وإلا راهو ما عندناش مستقبل. لكن أنا عندي قناعة أنه الشعب التونسي يعني على وعي وعلى ذكاء، وأنه مستحيل. طيب يا رسول الله احنا نغنيو يعني ولا بد للقيد ان ننكسر، كسرنا القيد وتو باش نعاودوا نعطيه للناس اللي كبلونا به باش يعاودوا يكبلونا، ما نتصورش هذا معقول. توازن السلطات، توازن السلطات، نقبلوا ببعضنا على اختلافاتنا، نتحملوا بعضنا، نعملوا حكومة وحدة وطنية، لكن يا أخي في إطار ضمانات، ضمانات واضحة اللي تخلي السلطة ما هي في حتى حد. وهذه أول مرة ستكون في تاريخ تونس أنه السلطة ما هي في حد. رئيس الجمهورية ما عندوش كل السلطات، رئيس الحكومة ما لازمش عنده كل السلطات. في هذا توازن السلطات نقي بلادنا من شر الاستبداد، وهو أكبر الشرور اللي يعانينا منها وما لازمش نعانوا منها من جديد. دكتور محمد المصطفى المرزوقي في الدور الثاني طبعا دكتور إن شاء الله، إن شاء الشعب. الدكتور محمد مصطفى المرزوقي المرشح للرئاسيات، نشكرك جزيلا.